أكيد كلنا في يوم من الأيام قابلنا الشخص اللي دايما فاكر نفسه إن هو الوحيد اللي صح. الشخص اللي فاكر إن مفيش حد في الدنيا عنده مخ وبيعرف ياخد قرارات غيره هو. الحقيقة إن الشخص ده كل مرة بيقف قدام نفسه في المراية بيشوف راجل دايما على حق، دايما ما بيغلطش، ودايما شايف إن كلامه هو الصح الوحيد. بيفتكر إن التمسك بالرأي ده هو الفوز المطلق، وإن التراجع ضعف. بس الحقيقة بقى، والحقيقة اللي هو شخصيا غافل عنها، إن عناده ده بيبعده عن ناس كتير جدا، بيخسروا فرص وأوقات، وبيفقدوا حاجات كان ممكن يكون أكتر سعادة بيها. خلينا النهاردة نتكلم عن الإنسان اللي شايف نفسه دايما صح، ونعرف مع بعض إزاي عناده بيكون سبب خسارته بدل ما يكون سبب نجاحه. الشخص ده ما بيبقاش شايف إن هو عنيد، هو بس بيقول على نفسه إن هو واثق من نفسه، شايف إن القوة في إنه يثبت رأيه للنهاية، حتى لو الناس كلها سابته وبعدت عنه، حتى لو قلبه نفسه وعقله قالوا له ارجع انت غلطان. اللي حواليه لما بيحاولوا يفتحوا له أبواب جديدة للفهم يجري على طول ويقفلها ويقول أنا عارف أنا بعمل إيه. بس اللي هو ما يعرفوش إن الأبواب دي كان بيقفلها وكانت ممكن تفتح له طرق ما كانش عمره هيقدر يوصل لها لوحده. هو مش شخص سيء، هو بس فاكر إن الاعتراف بالخطأ ضعف، فاكر إن التراجع بيقلل من قيمته، وإنه لو قال أنا غلطان الناس هتشوفه صغير، مع إنه لو عرف إن أكبر الناس وأقواهم هم اللي بيعرفوا يعترفوا بغلطهم، لأنهم ما بيخافوش إنهم يواجهوا نفسهم. الناس اللي حواليه بدأت تبعد واحدة ورا التانية، بدأ يلاقي نفسه لوحده، مش عشان بيكرهوه، بس لأنهم تعبوا من محاولات الفهم، من المعارك اللي دايما بتبدأ كل ما يقولوا له رأي مختلف. بيفتكر إنهم بعدوا علشان هم مش فاهمينه، بس إيه هي الحقيقة؟ الحقيقة إنهم بعدوا لأنهم تعبوا من إنه مش عايز يفهم حد غير نفسه. النهاردة إحنا مش بس بنتكلم عن الشخص ده، إحنا هنبص في المراية ونسأل نفسنا سؤال مهم جدا: هل في جوانا من الشخص ده؟ هل إحنا كمان ساعات بنرفض نشوف الحقيقة عشان شايفين نفسنا دايما صح؟ وهل يا ترى بنخسر وإحنا فاكرين إننا بنكسب؟ خليكم معايا، لأن الكلام اللي جاي ممكن يفتح باب جديد، باب اسمه أنا مش دايما صح ومش لازم أكون صح. يمكن تكون بتسمع دلوقتي وبتفكر، بس خلينا نكمل ونغطس أعمق وأكتر من قبل كده. لما تبقى كل خلاف بالنسبة لك تحدي لازم تكسبه، ولما تبقى كل وجهة نظر غير رأيك تهديد لازم ترد عليه، ولما بتبقى كلمة آسف تقيلة على لسانك كأنها خصم في معركة، يبقى في علامة استفهام كبيرة محتاجة تتجاوب. تعال نرجع خطوة لورا ونسأل نفسنا إحنا ليه بنخاف نقول إننا غلطنا؟ تعودنا إن التصحيح انكسار مش نضج. الشخص اللي دايما شايف نفسه صح غالبا بيكون جواه صوت خفي بيهمس وبعد كده بيصرخ، مش علشان مقتنع لكن علشان خايف من إنه يكون زيه زي باقي الناس، بيغلط وبيتعلم وبيحاول من جديد، فبيختار دايما الطريق الأسهل، وهو إنه ينكر دايما الغلط ويتمسك بالصورة اللي بناها عن نفسه حتى لو كانت مزيفة. بس الحقيقة إن التمسك بالصح الزائف بيوصلنا لوحدة حقيقية. لما الناس تحس إنك مش بتسمع غير نفسك هتبطل تحاول توصلك، ولما تفكر إنك مش محتاج تغيير هتفضل في مكانك حتى لو الدنيا كلها بتتحرك حواليك. في الجزء الجاي من حلقتنا هندخل جوه التفاصيل الصغيرة اللي بنعيشها كل يوم، وهنتكلم عن الإشارات اللي ممكن تكون بتقول لنا انت بتخسر وانت فاكر انك بتكسب. هنسمع حكايات ونسأل أسئلة مش بس عن الشخصية اللي حوالينا لكن عننا احنا، لأن أوقات الحقيقة بتبدأ بسؤال بسيط جدا: هو أنا غلطت ولا أنا صح؟ الشخص اللي دايما شايف نفسه صح مش لازم يكون شخص مؤذي أو متكبر، أوقات بيكون شخص مجروح بس مش قادر يواجه جرحه. علم النفس دايما بيقول إن التمسك المفرط بالرأي والرفض القاطع لفكرة الغلط غالبا بيكون نابع من حاجة نفسية عميقة جدا،
وهي الخوف من الهشاشة. الشخص ده ممكن يكون اتربى في بيئة ما كانتش بتسامح ولا بتسمح بالغلط، أو كانت دايما بتربط الخطأ بالإهانة أو بالفشل أو حتى بالعقاب. كبر وهو فاكر إن الغلط نهاية مش بداية لتعلم جديد. بنى جواه درع، الدرع ده اسمه أنا صح، علشان يحمي بيه نفسه من أي اهتزازات من الدنيا أو من اللي حواليه. بس هو نسي حاجة مهمة جدا، إن الدرع ده مش بس بيحميه، ده بيعزله عن الناس وبيعزله عن نفسه كمان. فأعماق الشخص اللي بيشوف نفسه دايما صح في صراع داخلي وخناقة كبيرة جدا بس ساكتة. صراع بين الصورة اللي عايز يقدمها وبين الواقع اللي بيحاول يهرب منه. كل مرة حد بيقول له انت غلطت، بيحس كأن في حد بيهد الحيطة اللي جواه، اللي تعب طول عمره ان هو يبنيها. فبيرد بعصبية او تجاهل، او ممكن في بعض الاحيان هجوم، مش علشان هو مقتنع باللي بيقوله، بس علشان مش قادر يشوف نفسه في مراية تانية غير اللي متعود يبص فيها. يمكن لو وقف مع نفسه شوية وسألها بصدق، انت خايف من ايه؟ خايف تغلط؟ ولا خايف تشوف نفسك من غير الصورة اللي طول عمرك شايف نفسك فيها؟ هيكتشف ان اول خطوة في النضج ده مش ان هو يكون دايما صح، بس انه يعرف ان الغلط مش نهاية، وان التراجع مش ضعف، بالعكس ده وعي. لو عايز تحافظ على علاقاتك وعلى احترامك لنفسك، ابدأ بانك تشك في يقينك شوية. اسمع من غير ما ترد، فكر قبل ما تتمسك برأيك، لان اوقات اللي بيكسب بانه دايما يثبت ان هو صح بيكون خسران اغلى حاجة، وهي قلوب الناس اللي بتحبه. الاعتراف للأسف مش دايما سهل، بس هو أول خطوة في أي طريق اسمه تعافي. لما تبص على نفسك وتقول أنا أوقات كنت بتمسك برأيي عشان كنت خايف أبان ضعيف، خايف الناس تفتكر إني مش فاهم، بس الحقيقة أنا كنت ببعدهم عني بإيدي. مش لازم تكون الصح طول الوقت، ومفيش حد كسب كل معركة وما خسرش نفسه خلال السكة. اللي بيفرق مش إن أنت تغلط أو لأ، اللي بيفرق إنك تبقى عارف إمتى تقف وتسأل هو أنا فعلا كنت لازم أصر على رأيي، ولا كنت ممكن أدي نفسي الفرصة إني أفكر مجرد تفكير. التعافي مش معجزة بتحصل في يوم وليلة، هو قرار بسيط جدا بيتاخد بهدوء، ولكن عشان تاخده محتاج منك لازم تركز وتاخد القرار ده في الوقت الصح. زي واحد قرر لأول مرة يسمع أكتر ما يتكلم. قرار إنك لما حد يقولك أنت وجعتني ما تقولش مقصودش، بس تقول أنا آسف. قرار إنك تبطل تدور على إنك دايما تبقى صح، وتبدأ تدور على إن أنت تكون شخص حقيقي. عارف إيه اللي بيحصل ساعتها لما تبدأ تتغير؟ الناس هتبدأ تقرب منك، مش عشان أنت بقيت كامل وما فيش منك، بس عشان أنت بقيت صادق، والصدق دايما بيطمن. لو حاسس إنك كنت الشخص اللي عمره ما بيغلط، ابدأ من النهاردة ولو حتى بخطوة صغيرة. قول أنا سامعك، قول أنا مش لازم أكون دايما على الحق ودايما أكون صح، وافتكر إن أقوى الناس هم اللي قدروا ينزلوا السلاح ويمد إيديهم بالصلح، مش مع الناس بس مع نفسهم كمان. التغيير الحقيقي زي ما قلنا مش بيحصل بين يوم وليلة، ولا بيحصل فجأة، وبيتهيألك إن الناس مش هتلاحظ ده، بس صدقني أول ما تبدأ تتغير بجد الناس هتحس. بيبدأوا يلاحظوا إن صوتك بقى أهدى، إنك بدأت تسأل قبل ما تحكم، بقيت بتسكت أوقات مش ضعف منك بس علشان تدي فرصة لنفسك تفكر. وبيبدأ اللي كانوا بعيد يرجعوا واحدة واحدة، ولكن بحذر. اديهم وقتهم وهتلاقي إن عندهم أمل كبير إنهم يرجعوا لك، لأنهم دايما كانوا مستنيين اللحظة دي من زمان. لحظة إنك تبطل تحاول تكون نسخة مثالية وتبدأ تكون إنسان عادي. مفيش مانع إنك تتراجع وتقول أنا كنت قاسي أو أنا ما كنتش سامعك. دي مش جمل ضعف، دي جمل ناس نضجت وكبرت. عارف، كل مرة بتقول فيها أنا آسف وأنت فعلا قصدها
انت مش بس بتصلح اللي قدامك، انت كمان بتداوي جرح قديم جواك، جرح اتخلق من فكرة انك لازم تبقى صح علشان تتحب. بس الحقيقة انت تستحق تتحب فعلا، حتى وانت مش دايما صح، حتى وانت بتتعلم وبتقع، والأهم انك بتقوم. خد نفس وبص حواليك، يمكن في حد مستني منك كلمة بسيطة، يمكن مستني حد يسمع صوتك وانت بتقول انا اتغيرت. ومش عيب اني كنت غلطان، العيب اني استمر وانا عارف اني غلطان. المعركة مش انك تكسب الرأي، او مش انك تكسبها عموما بشكل عام. المعركة الحقيقية انك تكسب نفسك قبل اي حاجة تانية واكتر من اي حاجة تانية. وصدقني اللي بيراجع نفسه ما بيخسرش، بل بالعكس بيبدأ يعيش صح لأول مرة. وصلنا لنهاية الرحلة، أو يمكن لبداية جديدة حقيقية. طول الحلقة كنا ماشيين جنب الشخص اللي فاكر نفسه إنه دايما صح، بس في الحقيقة كنا ماشيين جنب كل واحد فينا. كلنا مرينا بلحظات صدينا فيها الكلام اللي مش عاجبنا، كلنا جات لنا فرص نراجع نفسنا ورفضناها، علشان بس الصورة اللي في دماغنا عن نفسنا كانت أغلى من أي حقيقة. لكن يمكن لأول مرة بدأنا نسأل نفسنا بجد، هو احنا فعلا كنا صح، ولا احنا بس كنا خايفين نكون غير كده؟ الخسارة الحقيقية مش ان انت تغلط، الخسارة الحقيقية انك تغلط وتفضل واقف في نفس النقطة، رافض تمد ايدك لنفسك او حتى تمد ايدك للناس عشان تساعدك. النهاردة واحنا بنقفل صفحة الحلقة دي، خد لحظة حقيقية كده فيها سكوت وفيها صدق، واسأل نفسك، هل انا جاهز اكون اقل عناد واكثر انسانية؟ يمكن دي تكون فعلا اول مرة انت صح، لانك قررت تسمع مش بس ترد، تتغير مش بس تتمسك. يمكن في نهاية كل ده تكتشف انك مش محتاج تكسب كل مرة، مش لازم تكون الصح ولا الأذكى ولا الأسبق بالكلام. كل اللي انت محتاجه انك تكون حاضر وتسمع وتتعلم، تتراجع لما تحس انك جرحت او جريت بسرعة وعديت حدود مش من حقك انك تعديها. اللي بيغلط وبيعترف ما بيقللش من نفسه، واللي بيقول انا آسف ما بيتكسرش، ده بيتكامل وبيكمل نضجه كإنسان. يمكن بعد الحلقة دي ترجع تتكلم مع شخص كنت زعلته زمان، يمكن حتى تكتب له رسالة، يمكن بس تسكت شوية مع نفسك وتفكر. ولكن الأكيد أنك لو خرجت من هنا وفي قلبك نية حقيقية أنك تتغير، فأنت فعلا بدأت تكسب نفسك. ودي كانت رحلتي معاكم النهاردة، رحلة جوه واحد من أصعب الأبواب اسمه باب الصح المطلق، واللي أحيانا بيكون بوابة لخسارة حقيقية. لكن دايما لسه في فرصة طالما لسه فيك نفس ولسه فيك قلب بيحس. فخليك دايما فاكر إن أقوى الناس هم اللي عرفوا إمتى يتغيروا. كنت معاكم أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.